السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين عصير رمان بالليمون، وصفة لذيذة جدا وسهلة جدا وحلوة اوي في الحر ده، ترطب على قلبنا ومش هتاخد مننا وقت، وكمان مكونات سهلة وبسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. المكونات اللي هنستخدمها معايا زي ما انتم شايفين كوباية رمان حب. معايا كمان طبعا انا كنت مفرزاها في الفريزر. عندي هنا كمان عصير ليمونة، كوباية ونص مية، معلقة ونص كبيرة سكر، معايا كمان ذرة ملح. هبدأ اول خطوة معانا، هجيب الدورق الخلاط وهبدأ انزل فيه بكوباية الرمان. طبعا هي متلجة والمية كمان متلجة، يعني ساقعة متلجة قوي، يعني ساقعة قوي، يعني ماء مثلج. وهضيف كمان نص كوباية مية، مش هضيف المية كلها، هضيف بس نص كوباية. اغطي الدورق وهبدأ اخلط الرمان كويس قوي. مهم جدا ان احنا ناخده كويس قوي علشان لما نيجي نصفيه يتصفى معانا بسهولة، بحيث ان البذور تبقى موجودة لوحدها ونقدر نصفيه بسهولة. خلاص كده انا خلطت الرمان. دلوقتي هبدأ اصفيه. شايفين بعد ما خلطته كويس جدا. هي دي الكمية طبعا المركز جدا. هبدأ اصفيه، هجيب دورق واستخدم المصفى في تصفيته بالشكل ده، وهبدأ اقلب بالمعلقة كده عشان ينزل من المصفى. طبعا البذور بتتحاش فوق زي ما احنا شايفين. وهصفي بنفس الطريقة بحيث ان انا اخلص كل الكمية اللي معايا. يعني لو متوفر عندنا مصفى اكبر من كده شوية، انا عندي بس اكبر من الدورق، فانا استخدمت دي عشان هي انسب، عشان ما توقعش حاجة بره الدورق. وهصفي كل الكمية اللي موجودة معايا. طبعا هو مركز جدا. طبعا احنا لو حابين نعمل كمية اكبر من كده نضاعف الكمية، طبعا نستخدم كوبايتين رمان حب ونضاعف كمية المية والسكر وكل حاجة، لان الكمية دي تكفي 3 افراد. ممكن نعمل كمية اكبر من كده. زي ما احنا شايفين انا صفيته. دلوقتي هرجع تاني اجيب دور الخلاط بعد ما شطفته طبعا، وهنزل فيه تاني بالعصير بعد ما صفيته، وهضيف عليه معلقة ونص سكر. كمان هضيف عصير ليمونة، وهضيف ذرة ملح عشان نعدل الطعم، وهضيف كوباية المية، طبعا مية متلجة. فكل ما يبقى ساقع كده كل ما يبقى طعمه حلو جدا، خصوصا في الحر ده. وهبدأ اخلط المكونات دي تاني مع بعضها. شايفين لونه احمر وجميل جدا، لان احنا مش مزودين له الميه قوي طبعا. خلطته كويس زي ما احنا شايفين. طبعا كميه السكر حسب الرغبه، لو حابين نزود سكر او نقلل سكر دي حسب رغبتنا، بالذات في العصاير حسب رغبتنا في السكر والملح، الحاجات دي حسب الرغبه، هنقدر نتحكم فيها براحتنا.
خلاص كده انا خلطت العصير كده بقى معايا جاهز زي ما احنا شايفين كده العصير جاهز. عندي هنا الكوبايات اللي انا هستخدمها مجهزاها. هبدأ اصب فيها كمية العصير. شايفين لونه جميل ازاي؟ حقيقي طعمه حلو جدا وريحته كمان حقيقي وساقع ويرطب على القلب، حقيقي حلو جدا. عصير لذيذ جدا بجد، هيعجبكم جدا. وبكده العصير بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين، احلى كمان من اللي بنشربه في المحلات. حقيقي حلو جدا جدا، هيعجبكم جدا. اتمنى تجربوه واشوف تطبيقاتكم في التعليقات. حقيقي حلو جدا جدا، هيعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها يا رب تعجبكم. مستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. نشوفكم الفيديو الجاي. It's a beer mouse. It's a beer mouse. وشك ماما ماما اوكي اسكتي.